بيبدأ الفيلم مع مسجون في زنزانة وهو بيرسم على ضوء شمعة، لكن أول ما بيسمع صوت الحارس بيقرب منه بيخبي الرسمة اللي كان بيرسمها. وبننتقل بعد كده للقسيس وهو بيفتح باب الكنيسة، وأول ما بيدخل بيلاقي في وشه جثة متعلقة ومتزينة كأنها تمثال، ويبلغ البوليس والبوليس بيوصل. ده المحقق جيك. أول ما بيوصل مسرح الجريمة داتش زميله بيقول له مش هيعجبك اللي هتشوفه جوه. ولما جيك بيدخل الكنيسة بيتصدم لما بيشوف شكل الجثة، وكانت الجثة لواحدة ست متزينة كأنها تمثال لواحدة من الملايكة اللي كانت بيتم رسمها في اللوحات القديمة. والجثة بتكون مدهونة كلها بمادة بيضة ومتركب لها جناحين كبار لونهم ذهبي، وكمان لابسة تاج، وإيديها متثبتة في بعضها بسيخ حديد، وملفوف على رجلها نبات المريمية. وأما دي هي المحققة ماري لسه متخرجة جديد وبتساعد جيك في القضايا اللي بيحقق فيها. وده المأمور أوينز بيتكلم مع جيك وبيقول له أنا كلمت الدكتور لوتش وأكد لي إن الفنان موجود زي ما هو داخل المصحة، اصبر بس لغاية ما نخلص تحقيق عشان نفهم. والمحققة ماري بتاخد ملف القضية معاها البيت عشان تفكر فيها، وبتشوف كتيب رحلات لرحلة روما اللي ديل جوزها عايزهم يطلعوها. وديل جوزها بيقول لها اتصلوا من المستشفى وبيقولوا إن أبوكي قدامه أسبوع أو اتنين بالكتير ويموت، مش عايزة تشوفيه قبل ما يموت. وماري بتتضايق وبتقول له أنا مش جاهزة أشوفه وبتسيبه وبتقوم. تاني يوم في المركز المأمور أوينز بيقول للظباط إن المادة اللي على الجثة طلعت مطابقة للمادة المستخدمة على الضحايا اللي قبل كده، شكلنا كده بنواجه واحد بيقلد المجرم القديم. وماري ما بتكونش فاهمة هو بيتكلم عن مجرم إيه وعن جرائم إيه بالظبط. فالمحقق أوينز بيقول لها من 5 سنين في قاتل متسلسل اسمه أرنو لوفوفر أو المعروف بلقب الفنان، خطف 6 بنات وقتلهم، وكانوا كلهم بيشتغلوا في الدعارة، واستخدم سم نادر عشان يقتلهم، وبعد ما قتلهم غطى الجثث بتاعتهم بمادة حافظة عملها من حبوب الخروع، وزين كل جثة كأنها تمثال زي الجثة اللي في الكنيسة بالظبط، ووزع الجثث في أماكن عامة في المدينة. ولما اتقبض عليه قال إن الجثث دي هي التحف الفنية بتاعته، واللي قبض عليه وقتها هو المحقق جيك. بعد كده بنشوف القاتل الحالي اللي قتل الست اللي في الكنيسة وهو موجود في المخبأ بتاعه ومعاه ضحية جديدة بيجهزها، والمكان كان مليان صور لملايكة متاخدة من كتب الفن القديمة. وتاني يوم البوليس بيلاقي الجثة الجديدة والقاتل كان مثبتها على مقدمة قطر، وكانت برضه على شكل تمثال من الكتب القديمة. بعد كده في المركز أوينز بيقترح إنهم لازم يخلوا الفنان يساعدهم في القضية، لأن هو الوحيد اللي ممكن يلاحظ أي اختلاف في الجثث الجديدة وممكن يدلهم على القاتل. لكن المحقق جيك كان رافض تماما إنهم يلجأوا للفنان. وأوينز قال له إحنا ما قدمناش حلول تانية وأنا عرضت الموضوع، وداتش اتطوع إن هو اللي يروح يقابل الفنان. وماري بتقول له داتش مش هيعرف يتكلم مع الفنان، أنا دارسة علم نفس ممكن أروح أنا أتكلم معاه وهقدر أقنعه إنه يساعدنا. لو أنا اتكلمت معاه ولعبت على وتر إن المجرم الحالي ما هواش بنفس كفاءته وإنه كده بيقلل من قيمة أعماله الفنية، الفنان هيتغاظ وقتها وهيوافق إنه يساعدنا نمسك القاتل. وإنز بيوافق إنها تروح تتكلم معاه، وبتروح ماري وجيك للمصحة اللي محبوس فيها الفنان. وفي الطريق جيك بيقول لها الفنان ممكن يتكلم معانا لو كسبنا ثقته، وعشان كده أنا مش هظهر في الصورة خالص ومش هقابله معاكي لأنه أكيد مش هيتعاون مع الشخص اللي قبض عليه. وجيك وهو بيتكلم كان واضح عليه إنه متغاظ جدا من الفنان وبيكرهه مش بس لمجرد إنه مجرم. وحكى لماري إن الفنان قتل 7 أشخاص مش 6، والشخص السابع كان زميله. وقال لها أنا كان ليا زميل اسمه زيك، كان زميلي وصاحبي من 15 سنة وكنا شغالين مع بعض على القضية وقدرنا نوصل للفنان وطردناه بالعربية، لكن أثناء المطاردة العربية اتقلبت بينا. ولما فقت كنت لسه في العربية وشفت زيك صاحبي واقف قصاد الفنان، ومعرفش الفنان عمل له إيه بالظبط، لكن فجأة زيك صاحبي دلق على نفسه بنزين وولع في نفسه. بعد كده بيوصلوا للمصحة وماري بتقابل الدكتور لوتش المسؤول عن الفنان، وبنعرف إن الفنان لما اتقبض عليه من 5 سنين اتحول لمصحة عقلية، بس مش عشان هو مريض لأن المحكمة أثبتت إنه عاقل، لكن جه هنا المصحة عشان لما كان موجود في السجن كان بيجرح نفسه وبيرسم بالدم على الجدران، فقرروا ينقلوه للمصحة هنا عشان يكون تحت ملاحظة الأطباء لو عمل في نفسه حاجة. وبنعرف إنه خلاص اتحكم عليه بالإعدام ولسه مستنيين ميعاد تنفيذ الحكم. وماري بتقابل الفنان وبيكون هو المسجون اللي كان بيرسم في الأول. وماري بتكون متوترة شوية، أما هو فبيكون هادي جدا، وبيطلع إنه عارفها وعارف هي جاية له ليه، وبيقول لها أبو جناحات قال لي. فماري بتقول له أنا كنت فاكرة إن واحد فنان زيك هيقضي وقته في حاجة مهمة مش في إنه يكلم الطيور. فبيقول لها مين قالك إن أبو جناحات طائر؟ وماري بتتجاهل كلامه وبتقول له إنها عايزاه يشوف صور الضحايا الجداد اللي اتقتلوا عشان يمكن يلاحظ حاجة تدلهم على القاتل اللي بيقلد أسلوبه. والفنان بيقول لها حتى لو أنا شفت الصور ولقيت حاجة هقولك ليه وأساعدك. فماري بتقول له أنا فكرت إنك مش هتحب إن فنان صغير زي ده يشوه صورة فنك الراقي. والفنان بيقول لها طريقتك دي فيها شوية ذكاء لكن مش هتنفع معايا. وماري بتحاول تتفاوض معاه وبتقول له لو ساعدتني أنا ممكن أخلي الدكتور لوتشي المسؤول عنك يضيف لك أصناف جديدة في الأكل ويزود وقت الفسحة بتاعتك. والفنان بيقول لها أنا قدامي أسبوعين وأتعدم، تفتكر هكون مهتم بالأكل؟ خلينا ندخل في المهم، أنا هساعدك في مقابل إنك تخلي الحكم بالإعدام يبقى حكم بالسجن مؤبد. وماري بتقول له أنا ما عنديش السلطة إني أعمل كده ومفيش حد هيرضى أصلا يوافق على الطلب ده. وبيقول لها أنا هديكي تلميح يخلي المسؤولين اللي أعلى منك يوافقوا على طلبي، وبيخليها توري له صورة للضحايا
ولما بيشوف الصور بيقول لها في صور لأعمالي الفنية اللي هي جثث انتشرت على النت قبل كده، وممكن أي حد لو دور على النت كويس هيلاقي الصور ويقلدها. بس ماري بتقول له مش أي حد، القاتل ده استخدم نفس المادة الحافظة اللي أنت عملتها، وفي قضيتك زمان تفاصيل المادة دي ما تمش ذكرها وما اتنشرتش على النت. القاتل ده واحد يعرفك عن قرب، واحد ممكن تكون أنت اندركت معاه في الكلام وقلت له حاجة. وبيقول لها سيب الصور وملف القضية معايا النهاردة عشان أقرأه كويس، وبيطلب منها إنها تجيب له المعدات بتاعته من مخزن المركز اللي صدروها لما قبضوا عليه، وتجيب له إذن إنه يستعملها في الزنزانة، وده شرط أساسي عشان يساعدها. وقبل ما تمشي بيسألها أنت سمعتي قبل كده برئيس الملايكة ساموئيل؟ وماري بتقول له أيوه سمعت عنه، بس أنا مش مؤمنة بالقصص الخيالية، وسابته ومشيت. ولما بتخرج بتعرف جيك اللي حصل، وجيك بيتضايق وبيكون رافض طلب الفنان في تخفيف الحكم. وهم في الطريق بيقف على جنب وبينزل يجيب قهوة، وماري بدافع الفضول بتفتح تابلو العربية وبتلاقي صليب وأدوية مهدئات وكمان كتاب عن طرد الأرواح الشريرة. فجأة بيخبط واحد مشرد على إزاز العربية وبيشاور عليها وعلى الكتاب وبيمشي. بعد كده في المصحة المعدات والحاجة بتاعة الفنان فعلا بيودوها له زنزانة، وبتروح ماري وجيك يقابلوا الطبيب الشرعي اللي بيفحص الجثتين الجداد، وبيقول لهم انه ما لقاش على الجثث اي بصمات اصابع او عينات دي ان ايه، وده بالظبط نفس اللي حصل مع الضحايا اللي اتقتلوا من 5 سنين. وفي المصحة الفنان كان بيتفرج على صور الضحايا الجداد، وبيقول للحارس في التليفون انه عايز يتكلم مع المحققة ماري، فبيجيبوا له التليفون. وفي الوقت ده ماري وجيك بيكونوا خارجين من المشرحة، وبتقول له انت خدت بالك من الوشم اللي كان على كتف الجثة الأخيرة؟ فبيقول لها ايوه، في مالها ليلي بتاع دعارة قريب من المكان اللي لقينا جثتها فيه، وكل اللي شغالين فيه عندهم نفس الوشم ده. والفنان كلمها في التليفون وقال لها انا لو هساعدك فانا هساعدك انت فقط، مش اي حد تاني من زمايلك من الشرطه. وبيسالها ان كان الطبيب الشرعي قص جناحات الضحيه الاولى، فماري بتستغرب وبتقول له فيها ايه يعني لما يقصهم. فبيقول لها لان الضحيه هتحتاجهم عشان رحلتها في الحياه التانيه، ونهى المكالمه. فبتجري ماري للطبيب الشرعي وبتفحص الجناحين، وبتلاقي فرشه مونوكير ملزوقه ومستخبيه جوه الجناح. والغريبه انها وهي صغيره كانت بتستخدم نفس درجه اللون دي بتاعه المونوكير وكمان نفس الشركه، والشركه اصلا ما بقتش بتنتج نفس اللون ده. وبيرجع جيك وماري عند المأمور أوينز وبيوروا له فرشة، وجيك بيكون شاكك إن طبيب الشرع ريد متواطئ مع القاتل لأن إزاي ما لاحظش الفرشة دي لما فحص الجثة، وبيشك كمان إنه كان زمان متواطئ مع الفنان. بس أوينز بيقول له أنا أعرف الدكتور ريد من 5 سنين وما ظهرش عليه أي حاجة غلط. وماري بتقول له إحنا لازم نفكر في طلب الفنان في تخفيف العقوبة عشان يرضى يساعدنا. وجيك بيتضايق وبيسيبهم وبيخرج، وماري بتسأل أوينز على اللي حصل في ليلة القبض على الفنان. وأوينز بيحكي لها إن جيك وزميله زيك كانوا بيطاردوا الفنان والعربية اتقلبت بيهم، وجيك قدر يخرج من العربية لكن زيك ملحقش يخرج والعربية ولعت بيه ومات. وماري ما بتكونش عارفة تصدق مين لأن الكلام ده عكس الكلام اللي جيك قاله لها. فبتروح للأرشيف وبتطلع ملف القضية وبتقرأ تقرير جيك عن القضية وعن تحقيقه مع الفنان. وبنرجع بالأحداث وبنشوف الفنان وهو في التحقيق وكان بيكلم جيك عن النور والظلام، وبيقول له زيك صاحبك شاف النور وبقى هو النور. وجيك بيتعصب عليه وبيرفع عليه السلاح، فالفنان بيقول له أنا ما عملتلوش حاجة، هو اللي ولع في نفسه. وإنزي بيدخل عند جيك وبيهديه وبيخليه يخرج. وبنرجع للوقت الحالي، تاني يوم البوليس بيلاقي جثة تالتة محطوطة في مركب صغير في بحيرة، وماري بتلاحظ إن في حاجة محشورة تحت ضفر الجثة وبتطلع الحاجة دي وبتطلع إنها إبرة بوصلة. وجيك بيقول لها زيك صاحبي كان معاه بوصلة نادرة عمرها ما فرقته خالص، ولما مات جت مراته عشان تاخد حاجته من الاسم وما لقتش البوصلة موجودة، والإبرة دي نفس اللي كانت في البوصلة بتاعته بالظبط. وبتروح ماري عند الفنان في المصحة وبتلاقيه نايم وعمال يتشنج وفي إيده ورقة مرسوم عليها. الدكتور لوتش بيقول لها هو ساعات بيجيله التشنجات دي وهو نايم، والتشنجات دي عنده من صغره، لأنه لما كان صغير حصلت له جلطة في المخ بسبب وقعة خلته يقعد سنتين ما يقدرش يمشي لغاية ما خف منها، وخلال الفترة دي كانت بتجيله تشنجات كتير. ولما كبر التشنجات وقفت لغاية ما حصل له أذية جسمانية كبيرة لما المحقق جيك قبض عليه، والأذية الجسمانية دي حفزت المناطق اللي حصلها تضرر زمان في مخه، والتشنجات بدأت تجيله تاني. وماري قالت له قصدك يبقى أذية جسمانية، تكرار القضية مش مذكور فيه أي اعتداء على الفنان وقت القبض عليه. وليتش بيقول لها ومش مذكور برضه ان المحقق جيك بعد القضيه دخل في برنامج تاهيل نفسي لمده 3 شهور. في الوقت ده جيك بيكون في بيته نايم وبيحلم باللي حصل وقت تحقيقه مع الفنان، وقال للفنان قبل ما زيك يولع في نفسه بصلي وضحك ضحكه شريره مش قادر انساها. والفنان قال له انا معرفش انت بتتكلم عن ايه وماليش دعوه باللي حصل له. وحاليا بنشوف القاتل الجديد وهو رايح مالها ليلي عشان يصاد ضحيته الجديده اللي عليها الدور. تاني يوم ماري بتروح للفنان وبتقول له انت كنت عارف اني هلاقي فرشه المونيكير، وبيقول لها أنا كنت زمان بحط مع الضحايا بتوعي حاجة تخصهم عشان تروح معاهم في رحلتهم للحياة التانية، بس ولا مرة الطب الشرعي أخدوا بالهم منها. وماري بتكون مستفزة منه بسبب إنه بيلوع في الكلام معاها، وبتقول له إحنا قدمنا طلب بالشرط بتاعك لكن ما أعتقدش إن حد هيوافق عليه وأنت مش بتساعدني، وكانت هتمشي. بس هو بيقول لها أنت كان عندك حق فعلا، القاتل اللي بيقلدني عارفني أنا شخصيا، أنا كان بيظهر لي معجبين كتير بعد ما اتقبض عليا، وناس منهم بعتولي رسايل، وممكن أكون قابلت شوية منهم قبل ما اتقبض عليا وقلت لهم مثلا على معلومات عن أعمالي الفنية. ووري لها كرتونة مليانة جوابات مبعوتة له من معجبينه،
وقال لها إن القاتل ممكن يكون واحد من المعجبين دول. وماري كانت عايزة البوليس ياخد الجوابات دي عشان يفحصوها، لكن هو رفض وقال لها محدش هيطلع على جواباتي غيري أنا فقط، وخلاها توعده إن محدش تاني هياخدهم. وماري سألته عن مغزى إبرة البوصلة اللي لقوها على الجثة الجديدة، وقال لها معناها إن في روح بتصارع عشان تلاقي طريقها. وبننتقل بعد كده للقاتل، وبيكون مكتف ضحيته الجديدة وهي كانت فايقة وعمالة تترجى إنه يسيبها، وكان حاططها في مكان مليان رسومات وحمام، وكمان موجود نواة بيصنع منها المادة الحافظة اللي بيحفظ بيها الجثث. وبعد ما خلص تحضير حاجته جاب مسامير وفضل يدق المسامير في راسها لغاية ما ماتت. وماري بعد ما خرجت من عند الفنان راحت قدام المستشفى اللي فيها أبوها، لكن ما قدرتش تدخل تشوفه. وبترجع ماري البيت وبتلاقي إد جوزها محضر لهم عشاء، وكمان مولع نبتة المريمية عشان تطرد الأفكار السلبية من المكان. ودل جوزها بيكون راجل متدين وهو أصلا قسيس، أما ماري فبتكون عكسه تماما. في الوقت ده بنشوف جيك وهو رايح يحضر عرض لدجالة بتعمل عروض للاستحواذ والسيطرة على الأرواح، وماري بتعتذر لجوزها إنهم مش هيقدروا يروحوا أجازة روما بسبب شغلها. هما بيتكلموا بتسمع صوت جاي من الأوضة، فبتروح وبتلاقي الشباك مفتوح، والمتشرد اللي عند العربية بيكون موجود في الأوضة وبيجي من وراها وبيهجم عليها، ودل جوزها بيجي وبيشيله من عليها، بس المتشرد بيقدر يهرب وماري بتطرده لكن ما بتلحقوش. وبتبلغ البوليس وبتعرف جيك وأوينز بقصة المتشرد، وبيجي لجيك بلاغ إنهم لقوا جثة تانية، فماري بتروح معاه. وبنشوف دل جوزها وكان واضح عليه إنه متضايق ومتنرفز. وبتوصل ماري وجيك لمسرح الجريمة وبيلاقوا الجثة محطوطة في متحف، وبيعرفوا إن في 5 ساعات ممسوحين من تسجيل كاميرات المراقبة، والجثة بيكون قدامها تماثيل، وماري بتلاقي تحت واحد منهم بوصلة. وجيك لما بيشوف البوصلة بيعرفها إن البوصلة دي بتاعت زيك صاحبه، وبيقول لها ما تحركهاش، وبيتصل بحد من المركز عشان يجيب له إبرة البوصلة. ولما الإبرة بتجيله بيحطوها في البوصلة، والبوصلة بتشاور للوحة متعلقة على الجدار، فبيشيلوا اللوحة وبيلاقوا مكتوب وراها جملة بالهولندية، وماري بتبحث عن الجملة وبيطلع معناها الطبيعة الجهنمية. وجيك بيقول لها قبل ما زيك يموت بكام يوم بعت لي صورة وورا لها الصورة، وكانت صورة لكتاب فني اسمه الطبيعة الجهنمية، والكتاب بيتكلم عن أعمال رسام من القرن 16. وجيك بياخدها وبيروحوا للمكتبة عشان يشوفوا نسخة من الكتاب. بيقول لها أنا قرأت الكتاب كذا مرة لكن ما فهمتش زيك كان يقصد إيه لما بعت لي صورته. وماري بتلاقي في الكتاب صورة للملاك صموئيل، وبتقول لجيك الفنان جاب سيرة صموئيل ده قبل كده. وجيك بيقول لها صموئيل كان من الملائكة ولكنه تم نفيه للجحيم وبقى اسمه لوسيفر، وهما الاتنين ما قدروش يوصلوا لحاجة مهمة من الكتاب. تاني يوم الفنان كان بيتعالج لأنه دخل في نوبة تشنجات تانية، وبنشوف نائبة العمدة وهي ماشية بالحصان بتاعها في الغابة، وبتلاقي حمامة واقعة في شبكة صيد، فبتنزل وبتحرر الحمامة، وفجأة القاتل بيجي من وراها وبيخدرها وبيخطفها. وماري بتروح المصحة وبتقابل الدكتور لوتش، وبتقول له أنا قرأت تقريرك عن الفنان من ساعة ما جه المصحة هنا، وشايف إنك كنت بتبالغ في وصفك لحالته وذكرك إنه لسه بيأذي نفسه. ولوتش بيقول لها أنت بقى دكتورة نفسية عشان تقولي الكلام ده؟ وماري بتقول له لا بس بحلل كل حاجة بالمنطق. هتقولي دلوقتي كنت بتماطل وبتطول وجوده هنا ليه، ولا اروح لمجلس اداره المصحه واقول لهم كل حاجه؟ ولوتش بيقول لها من ساعه ما الفنان جه هنا وانا مبهور بعقليته، وكنت عايز اطول مدته هنا عشان اقدر ادرسه كويس. وبيجي الليل وجيك بتكون راحت عليه نومه في العربيه، وبيحلم بالضحايا اللي فاتوا، ولما بيفوق بيعرف موضوع خطف نائبه العمده من الاخبار. وفي المصحه حد بيبعت ظرف للفنان فالحارس بيسلمه للدكتور لوتش، ولما بيفتحه بيلاقي صور لنائبه العمده وهي متكتفه. وبيروح جيك وماري عند اوينز، وبيكون اوينز بيتكلم العمده والدكتور لوتش كان بعت له الصور. وبعد ما اوينز بيخلص المكالمة بيعرفهم انه عرض موضوع طلب الفنان في تخفيف الحكم على العمدة، والعمدة وافق على الطلب في حالة لو الفنان ساعدهم انهم يلاقوا نائبة العمدة عايشة. وجيك بيكون رافض انهم يتعاونوا مع الفنان وانهم يخففوا الحكم. وماري بتقول لاوينز ممكن اللي خطفها ما يكونش هو القاتل، لان النائبة دياز مختلفة عن نوعية الضحايا اللي بيختارهم القاتل. واوينز بيقول لها احنا لقينا عربية قريبة من مكان اختفائها، ولقينا في العربية ريش حمام ودم وكمان مواد من اللي تم استخدامها على الضحايا، ودي اكيد عربية القاتل. الفنان كل ضحاياه ما كانوش في أهمية نائبة العمدة. ممكن يكون القاتل الحالي بيوري للفنان إنه تفوق عليه وإنه هيقتل نائبة عمدة، ومادام بعت له صورها في المصحة هيبقى أكيد بيتواصلوا مع بعض، وممكن يكونوا بيبعتوا رسائل مشفرة لبعض. وعامة إحنا هنبعت حد من عندنا يفتش الزنزانة بتاعته كلها. بس ماري قالت له أنا وعدته إن محدش هيتدخل غيري في القضية وكده هخسر ثقته، لكن أوينز ما اسمعلهاش. وفي الوقت ده القاتل بيكون بيجهز النائبة عشان يقتلها زي باقي الضحايا. وفي المصحة الدكتور لوتش بيروح للفنان وبيقول له ده الطلب بتاعك والعمدة وافق عليه، بس بشرط انك تساعد الشرطة انهم يلاقوا نائبة العمدة عايشة. وبيخلي الحراس يخرجوه من الزنزانة بحاجة انهم هيعملوا له فحص طبي. واول ما بيخرج افراد من الشرطة بيجوا بيفتشوا الزنزانة كلها. تاني يوم ماري بتروح للفنان وبيقول لها زمايلك كانوا موجودين هنا بيفتشوا الزنزانة، وقالت له انا حاولت امنعهم بس ما قدرتش. وقال لها عامة هم ما لقوش حاجة لان حرقت الرسائل اللي كانوا جايين عشانها بس بعد ما حفظت الرسائل كلها. وماري بتكون خلاص قربت تنهار بسبب ضغط القضية وبتترجى انه يساعدها. الفنان بيسألها ممكن راجل عقله حر يكون جسمه محبوس في زنزانة، وبيبدأ يحكي لها عن طفولته.
وهو صغير كان مهووس بالفن القديم وبالذات الفن اللي كان ليه علاقة بالمواضيع الدينية والملائكة والشياطين. بس أمه ما كانتش بتحب الحاجات دي وكانت بتشتغل في الدعارة. ولما كان بيجي لها زبون في البيت كانت بتحبس الفنان في غرفة صغيرة تحت السلم. وفي مرة وهي بتفتح له باب الغرفة لقيته برضه بيرسم رسومات دينية فزعقت له، بس وهي بتمسكه فلت منها وقع على الأرض وراسه اتخبطت، وهي دي الخبطة اللي جابت له الجلطة. وبنرجع لوقتنا الحالي والفنان بيقول بصوت عالي اسمعني يا جيك أنا عارف إنك سامعني. وبيطلع إن جيك قاعد بره المصحة وبيسمع الحوار من المايك اللي ماري مخبياه في هدومها. وماري بتكون بتسابق الزمن عشان تلحق نائبة العمدة وبتطلب من الفنان إنه يدلها على القاتل. والفنان بيقول لها الشخص اللي انتوا بتدوروا عليه بيقلد لوحات دينية من أيام عصر النهضة وبيبيع اللوحات في متجر تحف قديمة، وقال لها على عنوان المتجر ورسم لها صليب على صدره. وبتروح ماري وجيك على المحل وجيك بيطلع مذكرة تفتيش من جيبه وبيوريها لصاحب المحل. وبيبدأوا يدوروا في المكان وماري بتاخد بالها من لوحة صلب المسيح فبتفتكر الصليب اللي رسمه الفنان قبل ما تخرج من عنده. وبيسألوا صاحب المحل عن الشخص اللي رسم اللوحة دي فبيقول لهم انه ما يعرفوش، هو باعها له وخد الفلوس كاش ومشى. فبياخدوا اللوحة وبيخرجوا. وماري بتسأل جيك بره انت لحقت تجيب مذكرة تفتيش ازاي؟ فبيقول لها دي ورقة فاضية ومحدش هيجي في باله يقرأ مذكرة التفتيش. وهم ماشيين المتشرد بيجي وبيضرب عليهم نار وبيقول لماري لو خبطتي على باب الشيطان هيفتح لك. وبيحاول يقتلها بس الرصاص ما بيجيش فيها وبيجري عشان يهرب. وماري بتطرده وبتضرب عليه نار وبتصيبه وبتفضل وراه لغاية ما بيطلع جراج عربيات وبتحاصره. فبيقف قدامها وبيقول لها خلاص فات الأوان وبيرمي نفسه من فوق وبيموت. بعد كده في المركز بيعرفوا هوية المتشرد وبيطلع اسمه سالازار، وكان بيشتغل ممرض في المصحة اللي فيها الفنان، وهو اللي كان مسؤول عن الأدوية بتاعة الفنان وعلى طول كان ملازمه طول الوقت. بس اتفصل من الشغل من سنة لأنه طلع عنده اضطراب ثنائي القطب. وإنزي بيقول لماري احنا هنقارن عينة منه بعينة من الدي ان ايه اللي أخدناها من اللعاب اللي على الظرف اللي اتبعتت فيه الصور للمصحة عشان نشوف إن كان هو القاتل ولا لأ. وماري بتقول له الجرائم دي محتاجة تخطيط وتنفيذ محكمين وواحد زي ده مستحيل يقدر ينفذ الجرائم دي. وإنزي قال لها لازم برضه نتأكد، والمختبر حاليا بيحلل آثار الطين اللي في الحذاء بتاعه عشان نعرف هو كان فين قبل ما يهجم عليكي يمكن نعرف مخبأه. وفي المختبر كانوا بيفحصوا اللوحة اللي أخدوها من المتجر ولقوا عليها بصمة صابع. أما جيك في الوقت ده كان نايم على نفسه وافتكر تحقيقه زمان مع الفنان. وساعتها الفنان قال له أنا عرضت على زيك زميلك إن أعترف بكل حاجة مقابل إنه يخليني أرسمه فقط، وأنا برضه بعرض عليك نفس العرض. أنا أقدر أرسم من الذاكرة بس أنا عايزك توافق. بعد كده في المركز بيبحثوا عن البصمة اللي على اللوحة وبتطلع لواحدة كان مقبوض عليها قبل كده في قضية دعارة وبيجيبوا عنوانها. وبتروح ماري وجيك للعنوان، ولما بيقتحموا الشقة بتكون فاضية وبيلاقوا فيها هيكل عظمي لجثة كانت معمولة بنفس الطريقة اللي مات بيها باقي الضحايا. وبيلاقوا في الشقة الأدوات المستخدمة في حفظ الجثث وكمان موجود صور للفنان. وبيعرفوا إن دي أكيد كانت مخبأ الفنان وملهاش علاقة بالقتل الحالي. والجثة دي أكيد بتاعة أمه وهي أول واحدة جرب عليها مادة الحفظ اللي عملها. ولقوا في الشقة أقلام رصاص كتير متعضعضة من فوق، وهم عارفين إن الفنان كان عنده عادة إنه يعضعض في راس القلم اللي بيرسم بيه. ولقوا كمان في المكان شوية من السم اللي كان بيستخدمه في قتل ضحاياه. وإنز بيبعت لهم رسالة بنتيجة التحليل وبيطلع إن العينة اللي على الظرف مش هي بتاعة المتشرد سالازار، يعني مش هو القاتل. وماري بترجع للفنان في المصحة وجيك بيستناها بره هو وباقي القوة وبتقول له أنت ضحكت علينا وفهمتنا إن اللوحات اللي في المتجر هتوصلنا للقاتل لكنها وصلتنا لجثة أمك. أنت ليه كنت عايزنا نلاقي جثة أمك؟ وبيقول لها أنا كنت عايزك تفهمي حقيقتي. كل حاجة بدأت لما كنت برسم لوحة اسمها الطبيعة الجهنمية، وساعتها سمعت صوت في ودني وكان صوت الملاك صموئيل، ووقتها كلمني وعرفني حقيقتي إيه بالظبط. وماري قالت له أنت ما ساعدتناش في حاجة وأنا هقول للعمدة يلغي طلبك، وكانت هتمشي بس قال لها أنا عارف القاتل فين، لو خليتيني أنحتك هقولك على عنوانه. وماري كانت يائسة وما عندهاش أي دليل فاضطرت توافق وقالت له قدامك 10 دقايق بس. وفعلا بدأ يستخدم أدواته وينحتها، وأثناء ما كان بينحت وشها فضل يكلمها وقال لها انا اول ما بشوف حد بعرف عنه كل حاجه. انت مثلا عايشه مع جرح قديم من طفولتك، انت ليه مش عايزه تشوف ابوكي؟ وماري قالت له مين اللي قالك الكلام ده؟ انت ما تعرفش هو عمل فيا ايه. والفنان قال لها ابوكي اساء معاملتك زي ما امي عملت معايا. وماري اتعصبت عليه وقالت له احنا مش شبه بعض، ابويا كان متدين بتطرف، كان بيحرق ايده قدامي وبيقول لي ده اللي هيحصل لجسم الانسان في النار، وكان دايما يخوفني بالجحيم. والفنان قال لها ده اللي جاب لك الكوابيس اللي بتشوفيها كل ما بتنامي؟ وماري قالت له ايوه، لكن لما بطلت ايمان بالحاجات دي الكوابيس وقفت، بس ده خلى ابويا يفكر اني ممسوسه واجبرني اروح الكنيسه واعترف بذنوبي. الفنان قال لها لما انت رحت الكنيسه حبيت القسيس اللي هناك واتجوزتيه، بس انت ما كنتش بتحبيه بجد، انت كنت عايزه تخلصي من ابوكي وتضايقيه وخلاص. وماري اتعصبت اكتر وبدات تعيط وقالت له احنا حبينا بعض فعلا. والفنان قال لها انا خلصت نحت، وقال لها العنوان اللي موجود فيه القاتل. وجاكوا البوليس بره كانوا سامعين كل كلامه وراحوا عند العنوان اللي قاله. وقبل ما ماري تخرج الفنان بيديلها المنحوته اللي عملها لها وقال لها خليكي فاكره ان احنا بنلاقي الحقيقه جوانا. ولما ماري خرجت لقت جيك مستنيها ومرضاش يروح مع باقي زمايلهم عشان يقبضوا على القاتل، وفضل انه يفضل معاها لانه عارف ان الفنان ضغط عليها جامد في الكلام.
وركبوا العربية ومشيوا. وبعد شوية زمايلهم اللي راحوا كلموه وطلع إن الفنان ادالهم عنوان غلط. وماري افتكرت لما قال لها إن الحقيقة بتكون جوانا، فبدأت تفتح في المنحوتة اللي اداها لها ولقت جواها ورقة مكتوب فيها عنوان. في الوقت ده الفنان مسك الرسمة اللي بيمسكها على طول ونام. وماري وجيك راحوا على العنوان اللي في الورقة، وكان بيت فاضي ولقوا فيه صور ومعلومات كتير جدا عنها من صغرها لغاية دلوقتي، ومكتوب تحت الصور كلمة الجحيم. وجيك خرج يبلغ البوليس من العربية، وماري سمعت صوت صريخ جاي من تحت الأرض، ولما دورت لقت باب سري بينزل لبدروم تحت البيت. ولما نزلت لقت المخبأ بتاع القاتل، ولقت كمان ديزي نائبة العمدة عايشة. وشافت القاتل بيجري وجرت وراه وهددته بالسلاح عشان يظهر نفسه. وفعلا ظهر نفسه وطلع ان هو جيك، وقال لها انا وعدتك اني هساعدك تلاقي القاتل، والقاتل قدامك اهو. انا جيك لكن برضه مش جيك. فاكره لما قلتلك ان راجل عقله حر ممكن يكون جسمه محبوس في زنزانه؟ وطلع ان اللي بيتكلمها هو الفنان نفسه، وانه مستحوذ على جسم جيك. واستخبى منها وقال لها لازم تعرفي باقي الحكايه. وبيحكي لها انه لما كان صغير بعد ما حصل له شلل مؤقت بسبب الجلطه، امه منعته انه يرسم الرسومات الدينيه، فبدا يرسم حاجات تانية. وفي يوم رسم طفل من اللي بيلعبوا تحت بيته، وفجاه الفنان بدا يتشنج ولقى نفسه موجود جوه جسم الطفل اللي رسمه. وساعتها عرف انه عنده القدره انه يدخل مؤقتا في جسم اي حد يرسمه ويتحكم فيه. وحاليا الفنان قال لماري في الاول كنت فاكر اني ملعون وفضلت سنين مخبي الموضوع ده. وهو بيكلمها كان بيطلع مسدسه، وقال لها بس بعد كده الملاك صموئيل كلمني وعرفني ان القدره اللي عندي دي هبه، ولما دخل جسمي اتولدت من جديد وبقيت ملاك الموت. وخرج ناحيتها وهو موجه المسدس عليها، وماري فضلت تقول له ينزل السلاح، بس هو فضل مقرب عليها فقامت ضرباه بالنار. ولما وقع قال لها نائبة العمدة هتعيش والقاتل هيموت بفضلك. وطلع انه اصلا شايل رصاصة من المسدس، وقال لها خلصي عليا. والفنان ساب جسم جيك وحرق صورة جيك اللي كان راسمها. وجيك الحقيقي فاق وما كانش فاهم اللي بيحصل ومش فاكر اي حاجة، وماري حكت له على اللي حصل. وجيك مات بسبب الرصاصة. وبكده القضية اتقفلت ان جيك هو القاتل الجديد. بعد كده مأمور ينزل يتكلم مع ماري، وقال لها الدكاترة النفسيين عندنا بيقولوا ان جيك اتأثر نفسيا بقضية الفنان، والقضية سببت له انفصام في الشخصية، وده خلاه يفتكر ان هو الفنان ويكمل جرائم القتل. بس وينز ما كانش مقتنع ان جيك ممكن يقتل، وماري ما قالتلوش على موضوع استحواذ الفنان على جسمه. بعد كده بنشوف ماري وهي في جنازة ابوها، وطلع انها زارته في المستشفى قبل ما يموت. وبعد الجنازة وهي ماشية مع جوزها بتشوف الدكتور لوتش قاعد في المقابر، فسابت جوزها وراحت تكلمه. وطلع ان الفنان مستحوذ على جسم الدكتور لوتش وعرف ماري ان هو الفنان. وماري قالت له انت ما كنتش ناوي تقتل نائبة العمدة اصلا. وقال لها معاكي حق، انا استخدمتها كحافز عشان العمدة يوافق على طلب تخفيف العقوبة، بس انت اللي عليك الدور انك تموتي. وماري سألته طب ليه ما رسمتش حد من الحراس وفتحت لنفسك الزنزانة وهربت؟ وقال لها لو عملت كده هفضل عايش هربان طول عمري، انا محبوس لكني حر واقدر اسيطر على اي حد واكمل مهمتي واطهر الارواح الخاطيه اللي زيك. وماري ما كانتش خايفه من كلامه، وقالت له انت عشان تسيطر على الدكتور لوتش اكيد رسمته، واكيد رسمته بالقلم الرصاصي الاسود اللي جالك امبارح مع حاجه الرسم لان حاجتك خلصت. انت كنت فاكر ان اللي بعت الحاجه دي حد من معجبينك؟ انا اللي بعتهم، والحقيقه ان القلم ده انا حطيت عليه شويه من السم اللي انت عملته اللي لقيناه في مخبأك القديم، وانا كنت خدت شويه من السم من غير ما حد ياخد باله. وانا عارفه انك بتعضعض راس القلم اللي بترسم بيه، واكيد عضيت على القلم الرصاص وكلها شويه وهتموت، وسابته ومشت. وفي المصحة الفنان قام مفزوع، وأثر السم بدأ يظهر على لسانه، وفضل يجري في الزنزانة لغاية ما وقع على الأرض ومات. وراحت ماري ركبت مع جوزها العربية وقالت له إنها جاهزة إنهم يروحوا أجازة روما. والدكتور لوتش فاق ولقى نفسه قاعد في المقابر وما هوش عارف وصل هنا إزاي، وقام عشان يرجع المصحة. وخلص الفيلم. أتمنى يكون الفيلم عجبكم، يا ريت تعرفونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان يوصلكم مننا كل جديد. سلام.